اصبح مساله تمويل الجزائر تقريبا للبوليزاريو بالسلاح والذخيره تقريبا صفر، ما بيدوهمش من ساعتها حاجه. وده لاحظوه سواء كان المقيمين في المخيم او ما يسموا نفسهم القوات الصحراويه البطيخيه، ده ملاحظينه. مفيش التمويل المعتاد، ولا تمويل بالفلوس للقيادات كما كان معتاد، ولا الخارج بقى يبعت لهم اللي هو اللاجئين ودعم المخيمات والمساعدات الدوليه زي الاول. فبداوا يحسوا ان العالم ينسحب من الموضوع بما فيها الجزائر. الجزائر لم تصبح كما كانت من قبل. العبثيه ان قضيه النصب السياسي التاريخي اللي عملها بومدين وتسمى البوليزاريو او الجمهوريه البطيخيه الصحراويه خلصت. وبالتالي هنا بدأوا يفكروا بقالهم سنة وشوية البوليزاريوية اللي في المخيمات، نعمل ايه يا ودي؟ نهرب ازاي يا ودي؟ اللي له طريق راح على اسبانيا، واللي له طريق راح على اوروبا، واللي عرف منهم يهرب. اللي باقيين دلوقتي في مخيمات تندوف كالآتي: مجموعة منهم 10,000 مغاربة من الصحراء المغربية اصلا، بعضهم بيفكر في العودة الى المغرب، وبعضهم هياخد الجنسية الاسبانية مؤخرا بعد موافقة البرلمان بالاجماع تقريبا على منح الجنسية الأسبانية لمن ولد في الصحراء المغربية قبل عام 76، وأبنائه هياخدوا الجنسية بالتبعية بعد 5 سنوات. ده بدون فصال بدون جدال هيطلع على أسبانيا فورا، يروح يعيش في أسبانيا طبعا، يعني مش محتاجة تفكير يعني. فضل الجماعة اللي لقطوهم من صحراء ليبيا وصحراء الجزائر وصحراء تشاد والنيجر وموريتانيا، ما سماهم بعد كده كلهم الشعب الصحراوي. دول بقى اللي فاضلين. عبد المجيد في حيث بيس بقاله فتره، لانه يعرف ان دول معاهم سلاح، دول مش هيسكتوا، ودول مش جيش منظم عشان تبقى فاهم برضه، دول ميليشيا، والميليشيات حاجه تخوف، لان دول بيجيدوا حرب العصابات، دول هيدخلوا له في الجزائر، هو يعلم هذا. ودول هيرفعوا ضده السلاح لما العالم كله دلوقتي، ودي المرحله اللي جايه وكلها على فكره ما بكلمكش في سنين، ده في شهور جايه، شهور جايه، وهيعلنوا دول منظمه ارهابيه. دول اتخلص منهم اسبانيا، خدت اللي يخصها، وده خد اللي يخصه، والمغرب خد اللي يخصه، والباقي ده بقى بتاع بومدين. تركه بومدين دي بتاع مين؟ هو مش هيقدر يديهم الجنسيه الجزائريه، مش هيقدر، الجزائريين مش هيقبلوهم.